اتنين عمي كانوا بيحبوا بعض جدا، ولكن شوية أشرار استكتروا عليهم إنهم يعيشوا زي الناس، ظلموهم ظلم ما يتوصف. اغتصبوا مراته وشنقوها، والكل كان عليه. يا ترى هيقدر يعمل حاجة؟ وعشان كده اشتغل العجن يا شباب، بس المرة دي الضرب بفترة. اوعدك انك هتشوف فيلم هيزعلك بس هيبسطك في الاخر. بيبدأ الفيلم وبنشوف رهان وهو شاب اعمى، خدوا زميله على مكان عشان يتعرف على واحدة عامية زيه عشان يتجوزوا. المهم مع الكلام والتعارف حب بعضه يا شباب. وحصل هنا موقف صعب شوية معاهم. كانوا رايحين المول ده عشان يشتروا شوية حاجات، وفي الزحمة ثابت من ايده بالغصب وتاهوا من بعض. وسمعوا رهان صوت حفلة في المكان، راح على المسرح ينادي عليهم وهي عمالة تشوف حد يساعدها، ولكن محدش ساعدها لحد ما كلمها في المايك وعرفت مكانه. خدت واحدة توصلها على هناك، وبعد شوية اتجوزوا يا شباب. وخدها هو وصاحبه وراح يوريها الشقة الجديدة بتاعته اللي بتتبني في عمارة جديدة. ومن الواضح كده ان هو حافظ الشقة والمكان كله بالشبر، حتى كان زميله هيقع في فتحة الاسانسير دي وهو اللي لحقه ونجاه. خدوا بالكم الحتة دي عشان هيبقى لها دور في النهاية. تعالوا بقى نشوف الشلة الغبية دي اللي مش بتحب الخير لها. ده اسمه أميت، راح ينده على زميله وسيم عشان يسهروا شوية، وقعدوا هما الاتنين يتريقوا على رهان ازاي حب واتجوز كمان. وهنا بقى بنشوف موهبة رهان في تقليد كذا صوت في وقت واحد. وكان شغال في استوديو على عمل الشخصيات لمسلسل كرتون. وهم راجعين بالليل حس رهان ان في حد بيراقبهم، راح واقف وعرفوا من ريحته وقال له انا عارف انك هنا يا امت، لو عاوز حاجة اظهر وقول لي. جه هو وسيم وقعدوا يرخموا عليهم، انت مراتك حلو قوي. كان رهان هيضربه وقال له سيب مراتي في حالها. اميت قال له ما تقلقش، كده كده هعرف كل حتة في جسمها قريب. راح رهان ضربه وقال له اوعى تفكر اني ضعيف، خليك فاكر ده كويس. وندهت صوبيا مراته على الناس في الحارة، طلعوا الجيران ولكن كان اميت ووسيم هربوا. تعالوا بقى الاصل المشكلة والحقد كله بقى. تاني يوم ورهان كان في الشغل، دخلوا عليها من غير ما يتكلموا عشان ما تعرفش صوتهم، وعملوا اللي عملوه فيها. رجع رهان من الشغل لقاها متكتفة، وقالت له على اللي حصل معاه. جات الشرطة والضابط قال له احنا حجزنا وسيم واميت على كلامك، ولكن لازم دليل، يعني لازم مراتك تحلل خلال 24 ساعة عشان نتأكد ان هم اللي عملوا فيها كده واغتصبوها. الضابط ده بيقول له خدها وروح على مستشفى حكومي اعمل لها التحليل وتعال. شوفوا بقى يا جماعة كمية الظلم اللي هيتعرضوا ليه. وهم رايحين في توك توك جت عربية ملاكي وخدوهم وحبسوهم في مخزن مهجور، وده كله عشان تعدي ال 24 ساعة عشان آثار الجريمة تختفي وما يعرفوش يعملوا التحاليل. مش يسكتوا على كده، لا، خدوهم وحدفوهم على البحر كمان، وكانت سوبة هتغرق. وراحوا للمستشفى هم وعملوا التحليل، ولكن الدكتور بيقول لهم للأسف يا جماعة عدى أكتر من 30 ساعة وكمان جسمها راح من عليه أي أثر بسبب المية بتاع البحر اللي اتعرضتوا ليه، يعني تدبير شياطين. الضابط ده بقى مرتشي وكلب ابن بول، راحوا يبلغوا عن خطفهم ولكنه اتريق عليهم وشتمهم وقال له انت اكيد بتتاجر بمراتك وجاي تتبلع على الناس. يا عيني عليك يا رهان، والله كلهم عليك يا ابني. خدها وروحوا، وبعدها بيوم ولا اتنين راح الشغل بتاعه وهو بيعيط من جواه. خلص شغله وروح على البيت يدور عليها وبينده عليها، ولكنه يا عيني لقاها مشنوقة. يخرب بيتك، فيلم كلك قهر وحزن كده. عاوزين بقى نفش غليلنا والنبي يعني. طب يلا لايك واشتراك ويلا نكمل الحكايه. بعد ما دفنها ومشي هو واصحابه، جاله وسيم مع شيلر ده اخو اميت الكبير شغال مستشار. شوفوا بقى ابن الحرام ده بيقول له ايه. بيقول له انا وانا في سن اميت كان نفسي اعمل زي اللي هو عمله ده، ولكن ما كانش ليا سند وكان ابويا فقير. امال اميت يقدر يعمل كل اللي هو عاوزه لان له سند وانا املك الشرطه كلها. وبيقول له اوعى تكلم الاعلام ولا اي حد في القرية، انا هبعت اميت لديلهي كام يوم لحد ما الناس تنسى الموضوع وانت كمان تنسى الموضوع. وقبل ما يمشي مش يسيبه بقى في حاله، لا، قال له المفتري ده لو مراتك كانت عاوزة تنتحر ليه ما انتحرتش بعد المرة الاولانية. يعني بيقول له بكل افتراء ان هو واخوه وزمايله جم لمراته مرة كمان واغتصبوها. افتكر اميت بقى يا جماعة انه لما دخل البيت وهو على السرير قبل ما يعرف انها انتحرت، ايده جت على ساعة وورقة.
دور عليهم لحد ما لقاهم، وعرف من الجواب اللي مراته سايباه انها كانت هتنسى الموضوع وتعيش عشان، ولكنهم جولها مرة تانية وقالت له عشان هم مش هيسيبوها في حالها وانت هتفضل مكسور طول حياتك قررت ان انا انتحر، لكن انا ليا عندك امنية اخيرة، في ساعتين بتوعهم معاك احرق واحدة وادفن التانية، يعني عاوز صاحب الساعة الأولانية يتحرق والتاني يندفن. وراح تاني يوم على القسم عاوز الضابط الكبير، ولكن العرة ده بيقول له انت محتال ونصاب جاي ليه تاني، يلا امشي من هنا. ولكن روهان في لحظة ندى على الضابط وقال له يا محقق شوب عاوز اتكلم معاك، واتاريه كان موجود وقال له بعته، بيقول له في ظلام في قانونكم اكتر من الظلام اللي في حياتنا، وقال له ان مراته تعرضت للاغتصاب للمره التانية والظابط ما كانش عارف. حتى الظابط العرة ده بيقول له انت كذاب. قال له روهان ما تقلقش يا حضرة الظابط، انا مش هغلط نفس الغلطة الاولى واعمل محضر لانكم مش هتعملوا حاجة، وبيقول له انا بس هنا عشان اقول لكم حاجة، لو كنتم ساعدتوني ولو قليل ما كانش حصل حاجة، اما دلوقتي فلازم انا اعمل حاجة. الظابط شوب بيقول له انا هتعمل ايه يعني؟ قال له هرد عليهم وانتم بس هتحتاجوا ان انتوا تشرحوا جثث. قال له يعني وانت فاكر يعني لو عملت حاجة هتفلت مننا يعني؟ قال له زي ما هم عملوا اللي عملوه فلتوا منكم. الظابط قال له يعني وانت فاكر يعني ان عينينا هتكون مغمضة عنك؟ قال له لا يا سيدي، هتكون عيونكم مفتوحة بس مش هتشوفوا حاجة، ودانكم مفتوحة بس مش هتسمعوا حاجة، والأهم من كده إنكم هتفهموا كل حاجة بس مش هتقدروا تشرحوا حاجة لحد. شوية كلام في الجون. هم بدأوا اللعبة وانتم هتستمتعوا بالمشاهدة وانا اللي هنهيها. راح على الخمارة اللي بيسهر فيها وسيم وقامت وقعد ياخد حس المكان، كام خطوة على السلم، الارتفاع قد ايه، المهم وهو بيدور في المكان وبيدرسه بيوصل وسيم وأميت وبيشربوا شوية وبيمشوا. واتاري كان بيسجل صوتهم يا جماعة عشان يبدأ اللعب يا معلم، وراح كمان على المؤتمر اللي عامله شيلر وسجل صوته هو كمان. بدأ اللعب يا معلم واللي جاي دمار، لو لسه معايا اعمل لايك واشتراك وصلي على حبيبك في تعليق ويلا نكمل. الاول هنا بيقلد صوت شيلر، راح متصل بالظابط العرة ده وقال له عاوزك تبعد وسيم عن اميت شويه، حطه في الحجز كده كام يوم عشان ما يبوظوش الانتخابات بتاعتي بالحاجات اللي بيعملوها. والظابط ما كدبش خبر وبالفعل راح وقبض على وسيم. اللعبه التانية تقليد صوت اميت، وراح متصل باخت وسيم يعكسها. ابوها خد التليفون وسمع وهو بيقول انا عاوزك في اوضه لوحدينا وهدفع لك اللي انت عاوزاه. ابوها راح ردد وهو زهقان انت كده في اعداد الاموات كده يا معلم. حبس وسيم وراح مقوم ابو وسيم على اميت. راح الراجل ابو وسيم راح ضرب اميت وقال له احسن لك ابعد عن بنت، وعمل صوت اميت تاني وراح متصل بالبنت وقال لها ارجوك قابليني عشان اعتذر لك واوضح لك سوء التفاهم، ده انت زي اختي بالظبط، واتفقوا على المكان اللي هيتقابلوا فيه. وكمان راح متصل على اميت على اساس ان هو البنت دي، هو يعني على اساس ان البنت يعني بتطلب منه بقى ان هي تقابله على اساس ان هي تعتذر له على ضرب ابوها ليه. وراح كمان مكمل اللعبه ومقلد صوت شيلر الكبير، وراح متصل بابو وسيم وقال له سيب الواد يستمتع، انتوا عايشين بفلوسنا اللي بيديها لكم اخويا اميت. والراجل متعصب جدا ولكنه بصوت شيلر قال له روح ورا الجامع هتشوف بنتك هي اللي بتلعب على اخويا. وصل قامت لاخت وسيم وبيقول لها يلا اعتذري، وهي بتقول له انت اللي قلت تعالي عشان اعتذر لك. وهنا وصل ابوها كمان ومع المشاده راح ضربه بالسكينه. كده العملية بتحلو يا جماعة. راح الظابط العرة ده لشيلر وقال له ان الظابط الكبير شوب عمل شكوى ومحضر عشان اميت ضرب ابو وسيم بالسكين. قال له قطع المحضر وهات لي وسيم دلوقتي. قال له الله مش انت اللي قلت لي احبس وسيم شوية؟ قال له هقول لك تحبسه ليه يعني وانا عبيط؟ يلا روح ابعته. وهنا صاحبنا روهان راح يبضع شويه حاجات لزوم العمليه الكبيره، شويه حبال بقى وشويه بلي حديد وشويه شيبسي وحاجات زي كده يعني. وصل وسيم لشيلر وقال له خلي ابوك يسحب الشكوى وانا هعالجه على حسابي. وهنا روهان راح مقلد صوت اميت وراح متصل بوسيم وقال له وسيم يعني اخوك بيقول لي انك انت قاعد دلوقتي في بونا، ازاي بتكلمني وانت هنا في مومباي؟ قال له انا ما عملتش حاجة لاختك، ارجوك قابلني في المكان بتاعنا وانا هشرح لك. وراح على الخمارة اللي كانوا دايما بيتقابلوا فيها، وطبعا روهان درس المكان. ومع الكلام لما شافه عرف وسيم ان هو اللي كان بيقلد صوت امت، وطفى النور يا معلم وبدأ روهان يضرب فيه. ولما وسيم بيتحرك بيقدر روهان يعرف مكانه وبيحدفه بالبلي الحديد، لان روهان كان حاطط شوية شيبسي كده على الارض عشان يعملوا صوت يعني. شاف وسيم الشيبسي مرمي في كل حتة، اتسحب بالراحة في الاماكن الفاضية لحد ما وصل للنور وقاده، وبدأ يضرب روهان بإزازة البيرة دي. ولكن لما جت الفرصة لروهان ما سابوش وراح واخد طاره.
وراح معلقه في الحبل وحدفه من فوق وشنقه زي ما عمل في مراد كده. الاولاني راح وراح حادف منديل فوق، والمنديل ده بتاع اميت. جات الشرطه وشافوا الموضوع، والظابط العر ده بيقول له هو ممكن يكون الاعمى لعب لعبته ولا ايه؟ قال له ده اعمى يا ابني، ما يقدرش يعمل كل ده. وشاف على المنديل حرف اس اي يعني اميت شيلر. قال له شوف لي فين اميت بسرعه، لان دي كده جريمه قتل مش انتحار. وراح روهان حضر الدفنه بتاعه وسيم ورمى الساعه بتاعته معاه وهو بيتدفن في قبره زي ما مراته طلبت منه بالظبط. وراح الضابط لروهان وقال له اكيد انت اللي عملت كده. قال له ليه يعني؟ قال له عشان اغتصب مراتك. قال له يعني هو انتوا ثبتوا عليه حاجه؟ قال له لا. المهم خدوا بالكم الحته دي بقى. المهم الضابط قال له انا مش هسكت، انا عارف ان قامت. وقبل ما الضابط يكمل كلامه قام روهان قايل كلمه هيتحرق. اتخض الضابط، ولكن روهان قال له يا باشا الاكل هيتحرق. وراح المعلم روهان مقلد صوت مين بقى؟ ملاوي اللي هو الضابط العرة ده، وراح متصل بأميت وقال له انا عارف مين اللي قتل وسيم ولفق التهمة ليك. وقال له قابلني في المخزن اللي حجزنا فيه روهان ومراته ساعة ما كانوا رايحين يعملوا التحقيق. قابلني وانا اقول لك مين القاتل، بس تعالى لوحدك. وراح روهان على المخزن ودرس المكان تاني وعرف ان فيه بنزين. واول ما دخل قامت ضربه بالعصا على دماغه. وحظه كان حلو، وحظ روهان هو اللي كان وحش لانه كان لابس الخوذه وهو جايب الموتوسيكل. وقعد قامت يضرب في روهان. وراح رميله العصا وقال له انت تضرب مرة وانا هضرب مرة، عاوز العب معاك شوية. رهان ضربته فوتت وخد منه قامت العصاية وراح ضربه جامد. المرة التانية نفس الكلام، وقامت قال له يلا دوري اديني العصاية. وفي مرة قدر رهان ان هو يضربه، ولكن قامت خد العصاية وبهدله ضرب. والضربة دي يا جماعة كانت جامدة جدا يعني بالحديدة، واتخبط كمان في العمود وقع مغمى عليه. وقامت راح رميله العصاية وقال له يلا دورك. خد العصاية يا جماعة وركز جامد جدا وقدر يضربه. وراح مكتفه وقال له ريحة شرابك هي اللي عرفتني اتجاهك، عشان كده قدرت اضربك. وراح ملبس له الساعة بتاعته عشان تتحرق معاه زي ما مراته عاوزة. وراح مكلم اخوه شيلر وقال له الحقني بسرعة. فضل بنزين على الارض وراح حاطط شمعة ورا الباب، وراح مكمم بق صاحبنا بالمنديل ده. وصل اخوه شيلر وراح شايفه من الشباك. اخويا ما تقلقش انا هنقذك. وراح فاتح الباب وحصل الانفجار. يلا ولع في داهية. وصل الضابط شوب وقال له شيلر شوف لي مين اللي حرق اخويا والا هحرق المدينة كلها. الواد الصغير ده بقى جه لروهان قال له المدير بتاعي في المدرسة قال لي لازم ابوك يكلمني عشان انا عملت مشكلة هناك، ارجوك قلد صوت ابويا وكلم المدير. وبالفعل عمل كده وهو بيكلم المدير. وصل الضابط وسمع وقال له كده السر في صوتك يا معلم. عموما انا هديك فرصة 24 ساعة وهقفل القضية. وكأن الضابط يعني بيقول له خلص على التالت بتاعهم شيلر قبل ما اجمع اي معلومات تدينك واحبسك. وراح مكلم الضابط العرة وقال له هات كل رجالة الشرطة اللي عندك وراقبوا بيت روهان. وبدأ الضابط فعلا يجمع في الأدلة الاتصالات ومكان الاتصال كان فين وكل حاجة يعني. وهم بيراقبوا المكان وصل زميل روهان ومعاه 3 بنات منقبين، وحصل دخان في المكان كأن واحد بيرش ناموس يعني. المهم في الوقت ده كان روهان عدى، وراح الضابط شوب يكمل لعبته. راح لشيلر وقال له انا عرفت مين اللي قتل اخوك، ولكن قول لي السعر كام. فتح الخزنه وقال له خد اللي انت عاوزه بس قول لي اسمه. قال له الصبح انا هجيبه لك ومعاه الدليل كمان عشان اخد ترقيه من القسم بتاعي واخد فلوس منك وكده تبقى العمليه عنب يعني. خد بالك يعني الضابط ده اصلا مش مرتشي، ولكنه عمل كده عشان يشعل العمليه بس. الصبح بقى بنشوف الضابط بيقابل روهان بره، مع ان المفروض ان روهان ما يخرجش من البيت بسبب الحراسة اللي عليه. كان روهان مرة سأل الضابط وقال له لو انت مكاني كنت هتعمل ايه مع وسيم وأميت؟ لو جاوبتني الإجابة الصح انا هحكي لك الحكاية كلها وهقول لك انا عملت ايه فيهم. فلما جه الضابط في الوقت ده قال له انا لو مكانك كنت قتلت وسيم وأميت. قال له تمام. قال له بس انا عاوزك بقى تقول لي انت قتلت التالت بتاعهم ازاي؟ شيلر يا جماعة.
وازاي اصلا امبارح قدرت تهرب من الحراسة الموجودة؟ قام رهان بقى حكي له الحكاية، قال له ان كان مرتب مع زميله اللي كان معاه الثلاث بنات المنقبين دول يا جماعة، وهرب هو بعجلة من جنبهم ساعة الدخان، وراح متصل على شيلر وقال له انا اللي قتلت اخوك، تعالى لي في الحتة الفلانية، وجابه على شقته في العمارة الجديدة، وطبعا احنا عارفين ان هو حافظ كل شبر فيها. المهم طلع له شيلر هو واللي معاه، جري من قدامهم ووقع اللي معاه في حفرة الاسانسير، فاكرينها يا جماعة في اول الفيلم؟ طلع المسدس وحاول يضربه، وفي الحتة دي كان عامل له فخ ووقع كل الخشب فوقه، ولكنه قام وقدر يمسك رهان وراح مصوب المسدس على دماغه، وقعد يكلمه ونزل فيه ضرب. قدر رهان يا جماعة يضربه في ايده بالمسمار، ولقى المسدس ومن صوت نفسه حدد مكانه ومسكه، ولكن مرضيش يضربه بالنار، قال له ما ينفعش تموت موتة سهلة، وهو بيضربه بيحسس على الارقام اللي على العمدان عشان يوصل لحتة معينة، لحد ما وصل فعلا لنهاية العمارة، فتحة كبيرة جدا، وكان رهان رابط نفسه وراح نازل معاه يا جماعة، يلا مع السلامة. وراح الرابع المفتري بتاعهم شيلر، والظابط بيقول له ده انت فنان، يعني قامت قتل وسيم، وشيلر كان السبب في موت اخوه وعشان كده انتحر، يعني فعلا انت عملت اللي انت قلت عليه، عملت كل حاجة واحنا عرفنا كل حاجة، بس مش هنقدر نشرح حاجة. بس الظابط قال له بس اكيد في دليل وراك، انا عملت كل تحرياتي، اديني ساعة بس وهرجع لك. راح الظابط على السنترال او المكان اللي كان رهان بيتصل بيه بقامت والناس التانيين، ورفع صورة رهان على الموبايل وبيسأل الراجل هل شفت الراجل ده بيقلد اصوات مختلفة؟ يا حسرتك يا شوب، الراجل طلع اعمى. اتصدم الظابط طبعا، كده يا جماعة مفيش اي دليل ضده، وخلص الفيلم. ارجو منك لو استمتعت بالفيلم ياريت تعمل لايك واشتراك، وسلام.